بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة بيسأل عنه كثير من الناس، تبعت لي رسائل بتقول لي على الرؤية دي إيه معناها، وبتكون مشغولة بهذه الرؤية. الرؤية دي هي اللي هو موضوع حلقتنا، تفسير رؤية عملية البواسير في المنام. هذه الرؤية يعني فعلا من يراها يستحق أن يبحث على تأويلها ويعلم ما تعنيه هذه الرؤية. فرؤية عملية جراحية في المنام زي عملية البواسير تدل على مشكلة. هذه المشكلة سوف يتعرض لها الرائي، ولكن هذه المشكلة سوف يتم حلها قريبا بأمر الله تعالى. يعني اللي بيشوف إن هو بيعمل عملية البواسير، سواء كان عن طبيب في عيادته الخاصة أو كان في المستشفى، فالرؤية تعني أن الرائي سيتعرض لمشكلة ما، ولكنه سوف يتم حل هذه المشكلة في القريب العاجل بأمر الله تعالى. كما تدل أيضا هذه الرؤية لعملية البواسير بالنسبة للرائي، بتدل أيضا على التخلص من المشاكل والخلافات، سواء كانت خلافات زوجية أو عائلية. يعني بتدل على أن الإنسان مهما إن كان بيعاني من هم ومشاكل موجودة في حياته، أو قد يتعرض لمشكلة ما في هذه الأيام القادمة، إلا أنه سيتغلب على هذه المشاكل ويصل إلى حل لها ويتخلص منها بأمر الله تعالى، سواء كانت المشاكل في حياته الزوجية إن كان رجل، أو إن كانت امرأة، أو إن كانت فتاة عزباء في حياتها العاطفية، أو كانت في الحياة العائلية يعني في الأسرة والمحيط بالأسرة. فإذا الرؤية تعني أن هذه المشكلة سيجد لها الرائي حلا، وسيكون هذا الحل قريبا بأمر الله تعالى. وهذا ما تعنيه رؤية عملية البواسير في المنام. وإن شاء الله أتمنى أن يكون قدرت أوصلكم معلومة. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.